مين بيعاني اكتر، الستات ولا الرجال؟ معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحه المسالك البوليه وامراض الذكوره والعقم، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا لجراحه المسالك البوليه. السلس البولي، مين بيعاني اكتر من السلس البولي، السيدات ولا الرجال؟ هو بصراحه الموضوع السلس البولي ده موضوع منتشر جدا وموجود جدا في اعمار مختلفه، والسيدات والرجال بيعانوا منه، بس في نقدر نقول نوع من انواع الانكار او نقدر نقول بعض الخجل من الشكوى. وللاسف في بعض الناس وخصوصا السيدات بيعتبروا ان السلس البولي ده جزء من حياتهم الطبيعيه بعد عمر معين، وعلى اساس كده بيتعاملوا معاه بوسائل غير علاجيه على اساس ان هو جزء من حياتهم، وده مش حقيقي. بالعكس، السلس البولي ممكن علاجه، ليه وسائل علاج كتير جدا، بس على حسب السبب وعلى حسب التشخيص، وده بيعتمد على السن وعلى حسب النوع. السيدات غير الرجال، السن الكبير غير السن الصغير. في امراض تانية بتشارك او ليها دور في الموضوع ده. الولادات عند بعض السيدات بيبقى ليها دور في السلس البولي، فبالتالي احنا لازم عشان نتكلم عن السلس البولي وعلاجه نبقى عارفين ان السلس البولي مرض زي اي مرض ممكن علاجه وبنسبة نجاح عالية قوي، بس بشرط تشخيصه مظبوط، لان اعراض السلس البولي في بعض الاحيان بتبقى مختلطه، وممكن عرض سلس بولي معين يخلينا نمشي في اتجاه في حين ان العلاج كان ممكن يبقى في اتجاه تاني خالص. بالنسبه للسلس البولي عند السيدات، وهم اللي بيشتكوا اكتر طبعا موضوع السلس البولي، بيبقى بينقسم مينلي لنوعين. السلس البولي المرتبط بضعف عضلات الحوض او عنق المثانه، وده اكتر بنشوفه في السيدات اللي عندهم وزن زايد او ولادات متكرره، وخصوصا الولادات الطبيعيه. النوع الثاني اللي هو نتيجه نشاط زايد في عضلات المثانه، وده بيبقى اكتر في سيدات في سكيل عمري اكتر، ممكن يكونوا لسه ما اتجوزوش او برضه خلفوا قيصري وما عندهمش زياده في الوزن، وبالرغم من كده يشتكوا الشكوى دي. زي ما قلت لازم نفرق ما بين الاعراض بتاعه السلس البولي المرتبط بضعف عضلات الحوض او عنق المثانه او زياده نشاط عضلات المثانه، لان كل نوع من دول ليه علاج مختلف عن التاني. ده بالنسبه للسلس البولي عند السيدات. بالنسبه للسلس البولي عند الرجال بيبقى مرتبط اكتر بالعمر اللي بيتعدى ال50، نظرا لان هو ممكن يبقى مرتبط بتضخم البروستاتا، وده سبب مباشر في بعض حالات السلس البولي، بالاضافه بقى لبعض الامراض التانية المقترنه بالسلس البولي، ودي بتبقى على حسب برضو في بعض السيدات بيعانوا منها او بعض الرجال، زي بعض انواع الامراض العصبيه. بالنسبه للرجال زي امراض الباركنسون او الشلل الرعاش، او المشاكل المرتبطه بالجهاز العصبي زي الجلطات او نزيف المخ او مشاكل التهابات الاعصاب الطرفيه. واكتر حاجه بتسبب التهابات الاعصاب الطرفيه منتشره جدا عندنا في مصر وفي العالم عموما هي السكر، وخصوصا السكر اللي بيبقى لفترات طويله بيبقى مرتبط بالتهابات الاعصاب الطرفيه، اللي جزء منها الاعصاب الطرفيه اللي راحه للمثانه. فبالتالي مرضى السكر سواء من الرجال او السيدات ممكن برضو يعانوا من مشاكل في التحكم في البول، او لو هم عندهم مشكله في التحكم في البول نتيجه سبب تاني السكر بيزود الموضوع. السلس البولي ممكن يكون مرتبط طبعا بالتهابات المثانه الصديديه، ممكن يكون مرتبط بالحصوات، ممكن يكون مرتبط بالاورام. فالسلس البولي يجب تشخيصه وعلاجه وفحصه بدقة. بعض حالات السلس البولي بتحتاج علاج دوائي، والبعض التاني بيحتاج تدخل بالمنظار، او بعض الحالات بتحتاج تدخل جراحي. بس ده بيعتمد على قرار التدخل، ده بيعتمد على التشخيص الاول من كل العوامل اللي ممكن تؤدي للسلس البولي، ببعض الاشعاعات، ببعض التحاليل المرتبطة بسبب السلس البولي، المرتبطة بالاسباب او الامراض اللي بتساهم في حدوث السلس البولي، ببعض الدراسات اللي بنعملها على وظيفة المثانة، سواء دراسات وظيفية او دراسات تشريحيه بحاجه زي دراسات ديناميكيه التبول او دراسات الاشعه اللي بالصبغه على المثانه ومجرى البول. طبقا لنتائج التحاليل والاشعاعات والدراسات الخاصه بحاله السلس البولي والتحليل الكامل للشكوى، بنقدر نوصل لتشخيص هل هو سلس بولي نتيجه ضعف في عضلات عنق المثانه او الحوض في السيدات زي ما قلنا في اول الفيديو، او نتيجه زياده في نشاط عضلات المثانه، او في الرجال نتيجه البروستاتا، او في السيدات والرجال نتيجه وجود امراض اخرى بتساهم في السلس البولي. ان في بعض المرضى بيقول لي ما عندهمش اي مشاكل غير ان هو عنده سكر، ولم يشخص على انه هو مريض سكر الا لما جاله سلس بولي. بيعمل تحليل بول لقينا نسبه السكر فيه عاليه جدا، وبالتحاليل لقينا السكر التراكمي عالي جدا ونسبه السكر صايم وفاطر عاليه. ولما اتعمل له كنترول كويس بالزملاء في علاج السكر، السلس البولي اتحسن كتير. بناء على كده احنا بنقول ان الموضوع السلس البولي ده موضوع برود قوي او عريض، وبيجي تحتيه تشخيصات كتير وابحاث كتير، فلازم يؤخذ بجديه ويتم التعامل معاه وعلاجه طبقا للحاله وطبقا للتشخيص، لان في بعض الادويه بتتاخد عشوائيا وممكن تؤدي لمشاكل اكتر بعد كده. استنونا في فيديوهات جديده في مواضيع جديده. شكرا.